السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الشيرات في قناتي. نتمنى يا ربي تكونوا بخير ونتمنى تشجع لي فيديو نتاعي يعطيكم بخير. في لا فيديو تاعنا اليوم جيت نطلع لكم بزوج وصفات. غادي نعطيكم الوصفه الاصليه نتاع الشاربات نتاع بوفاريك، وايضا نعطيكم طريقتي في طاجين الحلو اللي هو بلا لحم. حنايا طاجين الحلو نديروه بلا لحم، فاليوم غادي نعطيكم الطريقتين وان شاء الله يعجبكم. قبلها نقول لكم صحه فطوركم وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. بالنسبه للطاجين تاع الحلول الشيرات حنايا نديروه بلا لحم، نديروه نورمال عادي. فغادي نعطيكم الطريقه تاعه. غادي نحتاجو اولا كيله من البرقوق المجفف، يعني هنايا عندنا تشكيله نتاع فواكه مجففه. غادي نحكموها اولا بالبرقوق المجفف. غادي ندي منه كيله. غادي ندي نصف كيله نتاع زبيب، والفواكه المجففه اللي كان متوفر عندك ديريه. ثم كان عندك كيوي ديريه، كان عندك مثلا المشماش ديريه اللي كان عندك. دونك عندي كيله نتاع برقوق مجفف، عندي نصف كيله نتاع زبيب ونصف كيله نتاع المشماش. غادي في ثلاثه نروح ندير لهم كميه من الماء. لازم يا البنات الماء هنا يكون مغلي بزاف، ونخليهم اقل حاجه هي نصف ساعه. شوفوا، شفت واحده في اليوتيوب، وهاد الفكره انا ما درتهاش، هي شفت واحده في اليوتيوب قالت لهم لو كان تخلوهم يباتوا ليله كامله غادي يعطوكم نتيجه افضل. انا ما جربتهاش. هي الشيرات في الجروب تاعي قالوا لي باللي هاد الفكره عمليه بزاف ومليحه، فان شاء الله نجربها ونشاركها معكم. المفيد انا نخليهم اقل حاجه هي نصف ساعه. المفيد لازم هنا الماء يكون مغلي بزاف. البرقوق يا الشيرات لازم عفوا تغسلوه عده مرات، ماشي كيما المشماش وكيما الزبيب تغسلوه خطره ولا زوج. البرقوق لازم كل خطره تعاودوا تبدلوا له الماء، باسكو هو يطلق هذيك الكحوليه. كما تعرفوا بلي البرقوق يطلق هذيك الكحوليه، الوغ ما يعطيناش هذاك اللون الذهبي شباب في السيرو نتاعنا ولا في الطاجين نتاعنا. كما راكم تشوفوا هنايا هذه الغسله زاوجه، يعني درت لها الماء طايب، خليته نص ساعه، عاود درت له الماء طايب من جديد، وشوفوا لي يعني راه عاد كحل كيما راه. فهنايا عاودوا نتوما عده مرات. طيب، هنايا غادي نحكمو كسرونه راح ندير فيها مغرف كبيره نتاع سمن. من الاحسن يكون سمن ماشي مارغرين، وانتي اذا ما كنتيش تبغي الذوق نتاع السمن عادي عوضيه بالمارغرين. هي بالاحسن تجيب من السمن بالسمن عفوا. غادي نديرو عود كبير نتاع قرفه. بون شيرات انا صراحه القرفه تقبضني دوخه منها فما كترش منها، على بها انا راح نستعمل فقط كميه صغيره. اما نتوما ديروا عود قرفه نيشان اذا كنتو تبغوها. راح نحكمو نجمه الارض، نزيد عليها نجمه الارض، وغادي نزيد عليها المكون الاساسي واللي هو الزعفران. الزعفران هو اللي غادي يعطيها هذاك اللون الذهبي شباب. فالزعفران ما تكثروش كيما شفتوني فتيته هذا مكان. قاعدوا نوريها لكم كيما شفتوا فتيته هذا مكان. غادي نزيد عليها زوج مغارف كبار نتاع المزهر اللي تنجموا ما ديروش اذا ما كنتوش تبغوا ريحته. غادي نزيد عليهم كيس نتاع سكر الفانيليا، اذا ما كانش متوفر عندك ما ديريهش باسكو ديجا هنا دايرين المزهر. فمن الاحسن تستعملي هذه، ما استعمليش لاغوم نتاع لافاني، وانما استعملي هذا السكر نتاع لافاني، ما استعمليش لاغوم. صاي لاغوم جايه قاطعه بزاف وغادي يتبدل لك الذوق نتاع الفواكه المجففه. فمن الاحسن ديري هذاك السكر. وغادي نزيد عليها مبشور نتاع حباليم اللي هو اختياري، تبغي ديريها تبغي ما ديريهاش عادي. كيما هكا. وغادي نروح نزيد الفواكه المجففه اللي هي المشماش والزبيب. البرقوق غادي نديره يفور، يعني غادي نديره في كاسكاس فوق قدره نتاع ماء ونخليه يفور وحده. اما بالنسبه للمشماش والزبيب هما اللي غادي نروح نديرهم هنايا. غادي نزيد عليهم نفس الكيله اللي عبرت بها، زوج كيلات نتاع ماء، من الاحسن يكون ماء مغلي، ونروح نحطهم على النار حتى يطيبوني. تقريبا انا غادي يدولي واحد نص ساعه كيما هكا وهما يطيبوا. انا نبغي الزبيب نتاعي ولا طاجين الحلو نتاعي، نبغي الفواكه تكون طايبه مليح، ما نبغيش تقعد تغصغص في فمي. فهنايا غادي نخليها طيب. من بعد ما فار لي البرقوق، فار مليح تقريبا واحد نص ساعه كيما هكا، رحت وزدتها على الفواكه المجففه. غادي نحتاجو ايضا معاهم كيله نتاع سكر. انا درت نص كيله هذا مكان باسكو غادي نخليه نتاع شحال من يوم، وكل ما خليتيه شحال من يوم كل ما غادي يزيد يعقد اكثر واكثر. هنايا غادي ندير برك نص الكميه، وغدوه من هذا غادي يولي ثقيل والى اخره وهي رايحه. شيرات ما تنسوش عفوا تشتركوا في قناتي بحلا ونص ديزات. كيما هكا غادي نروح نحطها على النار تقريبا واحد ربع ساعه. وشوفوا لي ها هو طاجين الحلو تاعي. البرقوق هذا اللي شريته هاد الخطره ماشي كاع شباب، كنت شريته 60 ميل، ماشي كاع شباب يا شيرات. كما كتقول جدتي ربي يرحمها في كلامها، اللي بغى رخصه خلى نصه. وصح جاني رخيص فقلت نشريه، ماشي كاع شباب والله. فالخطره جايه نروح نشري غالي ونهني راسي بعدا ما ناكل حاجه شابه. بالنسبه للوصفه نتاع الشربات نتاع بوفاريك، اولا غادي نحكموا عندنا كاس ونص نتاع عصير ليمون كيما هكا. الكاس هذا اللي عبرت به هو الكاس نتاع الاتاي. انت حكمي اي كاس نتاع اتاي عندك وغادي ندو منه كاس ونص. غادي نحتاجو نفس الكيله 6 كيسان نتاع سكر.
هكا 6 كيسان سكر. غادي نحتاجو مغرفة كبيرة نتاع حمض الليمون اللي هو لاسيد سيتريك، ونحتاجو ملعقة كبيرة ايضا من لاغوم نتاع الشربات. هاد لاغوم تتباع عند اللي يبيعو صباح الكاطو، تقولي لي عطيني لاغوم نتاع الشربات، كاين اللي فيها اللون وكاين اللي بدون لون. غادي نزيد عليها ايضا ملعقة كبيرة نتاع لاغوم نتاع لافاني، ثاني هي تتباع عند اللي يبيع صباح الكاطو. دونك 10000 10000 يعطيك كاع هاد لا كونتيتي تكفيك شهر كومبلي كيما دير. انا درت عيني ميزاني باسكو راني قابضه العبر، فانتي هنايا ديري مغرفه كبيره هذيك تاع الحريره اللي ناكلوا بها، نزيد عليهم نص ايطرون تاع ماء ونحكم البراميكسر تاعي ونخلط مليح 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 مليح. اذا ما كاش متوفر عندك البراميكسر نورمال تنجمي تخلطي بالفوي، المفيد لازم تخلطي حتى يذوب هذاك السكر نهائيا. لازم يا البنات كي تدخلي مغرف هكا ولا تلقي هذاك السكر ما كانش، باش تنجحك معاك الوصفه لازم السكر هذاك يذوب في هذاك الليم ولاسيد ولا غام اللي درناهم. فخلطي مليح. انا دائما الوصفه هذه نستعملها بالبراميكسر، وانت تنجمي ديريها بالفويه عادي. وكان تروماركو في البول عاد باقي لي الحبيبات تاع سكرها راهم لازقين، فهنايا مازال ما تخلط غادي نقعد نخلط حتى يعني الحبيبات نتاع السكر يروحوا لي. غادي نحكم قرعه كبيره نتاع 5 ايترو، المقادير هذه اللي عطيتهم لكم هما نتاع 5 لتر، فغادي نحكم انا قرعه كبيره فيها 5.5 لتر. انا دائما نبغي نخدم كميه كبيره شويه من الشربات، باسكو الحاجه الاولى نشربوها بزاف في السهرات الرمضانيه، والحاجه الزوجه كل ما قعدت في الفريجيدير كل ما غادي تجيك شابه اكثر واكثر اكثر. عفوا. عمرت القرعه تاعي للنص تقريبا واحد 3 ايترو زدتها، وغادي نزيد عليها نفس الكيله اللي عبرت بها نتاع حليب، يعني غادي ندي منه 2 كيسان نتاع حليب اللي هو كاس كبير. هذا كاس تاع اتاي صغير، دونك غادي نحكم كاس كبير نتاع حليب كيما هكا. دونك علاه درنا هذه الخطوه باش الحليب ما يتفركتليش، يعني كي نزيدوا الحليب على هذيك الخلطه اللي درناها الاولى نتاع الليم نتاع لاغوم تاع حمض الليمون ما يتفركتليش، ما يوليش جبن وحده ويولي لي الماء وحده، يعني ما يتكللش كيما نقولوا حنايا، غادي يقعد هو. على بها خففت الحليب في كميه كبيره نتاع ماء اللي هي 3 ايترو، من بعد عاد نروح نزيدها الخلطه الزوجه. بهذه الطريقه الحليب تاعك ما غادي لا يدير الجبن لا والو، ويقعد هو. دونك نروح نزيد الخلطه الزوجه تاعي ونعاود نخلط بالقرعه. الوصفه هذه البنات ننصحكم بها بالبزاف، باسكو تاع الصح تجي واحده الشاربات احسن مليون مره من هذيك اللي تتباع في المحلات، يعني تجيك واحده الشاربات بسم الله ما شاء الله. كيما هكا غادي نعاود نخلطها مليح مليح مليح، نعمر القرعه تاعي حتى لتالي، ونروح ندير القرعه تاعي في الفريجيدير وتشربوها بالصحه والهنا. شيرات كانوا هادو هما لي غوسيت اللي بغيت نعطيهم لكم لنهار اليوم. نتلاقوا في فيديوهات اخرى باذن الله تعالى. من هذاك الوقت ربي يحيينا والى اللقاء.